مين قال اصلا ان الراجل محتاج الست؟ الرجاله اصلا ما عندهاش مشاعر. طبعا الكلام ده غلط، وخليني اقول لك ليه. الراجل محتاج الست، بس ممكن تكون الست محتاجه الراجل بصوره اكبر عشان هو بيمثل لها الامان، وبحكم ان هو انضج واكثر عقلانيه من الست اللي غالبا بتحكمها العواطف، فبتكون قراراته اهدى واعقل. بس يظل في حاجه لحنيه المراه وكلامها الحلو وعواطفها الجياشه. في جمله حلوه قوي للمهندس ايمن عبد الرحيم بتقول: انت عايز حد تعيش معاه بشكل اقرب بكتير من علاقتك بامك وابوك واخواتك. ده احتياج نفسي فطري اللي احنا بنسميه في الاسلام السكن، حد تسكن اليه. والكلام ده جميل قوي. والسؤال هنا، هل انت تقدر تعيش في الشارع طول حياتك من غير بيت؟ نفس الكلام، ما تقدرش تعيش حياتك من غير حد تسكن اليه، اللي هو هنا بيمثل المرأة. والمفروض هنا لا الراجل يلعب على احتياجات الست ولا الست تلعب على احتياجات الراجل. فالست لما بتلاقي الراجل محتاج لها بتستخدم الألاعيب والحيل النفسية، وتبدأ تحسس الراجل انه مقصر معاها حتى لو كان بيقدم لها كتير. وكذلك الراجل لازم يعرف ان الست كائن ضعيف، فيعملها بالرفق واللين. فلو جينا بصينا هنلاقي ان المرأة نص المجتمع، وهي اللي بتربي النص التاني. فمينفعش تكون المرأة اخلاقها وحشة، لان ده هيأثر على اولادها وهيأثر على المجتمع ككل. فربنا يهديهم يا رب ويعينهم على المسؤولية اللي هم شايلينها، ويبارك في كل راجل بيحسن معاملة أمه أو بنته أو مراته، عشان هو كده عمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: استوصوا بالنساء خيرا، ولما قال: رفقا بالقوارير. ففي النهاية عايزين نوصل إن الراجل محتاج الست والست محتاجة الراجل، والاتنين بيكملوا بعض. ولو عايزين تعرفوا أكتر عن إزاي الست تعامل الراجل وإزاي الراجل يعامل الست، فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته خير مثال. وفي نهاية الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة، واهم حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.